ده بقى تمثال الكاتب متري. بعيدا ان عيونه مصنوعة من حجر اللازورد، الا ان متري كان دايما بيعاني من الارق نتيجة لسهره الكتير بسبب كونه كاتب، فلما حبوا يعملوا له تمثال وضحوا قد ايه عيونه كانت حمرا نتيجة لده. الصورة اللي فوق دي متاخدة من تلسكوب أرضي لمجرة درب التبانة في السماء، أما الصورة اللي تحت فهي نقوش بشكل ربة السماء نوت عند المصريين القدماء. وده تمثال الملك خفرع. تمثال الملك خفرع مصنوع من مادة الديورايت الأخضر شديد الصلابة اللي محدش قدر يعمل منها تماثيل غير مجسمات صغيرة جدا. التمثال بيظهر الملك جالس على كرسي العرش ووراه الإله حورس على هيئة صقر بيحميه. الإعجاز الفني هنا إنك مش بتشوف الصقر إلا من الجنب، أما لو وقفت قدام التمثال مش هتشوف الصقر أصلا. ودي إيد موميا محنطة لسيدة مصرية ما زالت ضوافرها محتفظة بالحنة لحد الآن. طبعا كلنا عارفين هوس المصريين القدماء بالنظافة وحب التزين، فهم من أوائل الناس اللي استخدموا المراحيض